التي اكتسبها المغرب بفضل استراتيجية تنويع اقتصاد والإصلاحات التي تم إطلاقها خلال العقدين الأخيرين. فعلى الصعيد الدولي استطاع المغرب تحت قيادة جلالتكم الرشيدة أن يفرض نفسه كشريك موثوق به وكبلد للسلم والاستقرار، وهو ما فتح يعود عليه بالنفع الكبير، كما يدل ذلك خروجه من لائحتين رمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، واستفادته من خط الائتمان المالي لصندوق النقد الدولي، وكذا احتضانه للاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدولي بمراكش. ويبقى التحدي اليوم مواصلة ترخيص هذه المصداقية على المستوى الداخلي، وهو ما يتطلب تقييما منتظما للإصلاحات مع تحديد واضح للأولويات لتعزيز انخراط المواطن في العمل العمومي. حينها لن يبقى طموح الارتقاء إلى مصارف الدولة الصاعدة أمرا بعيد المنال. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاك ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم الجليل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزركم بصنوكم السعيد الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سبحانه سميع الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك سيدي. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022. وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 2052، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 133 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1632 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبد لفائدة نزيلة واحدة، تحويل السجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 283 شخصا موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 80 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 14 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 180 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 8 أشخاص، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. أبقى الله سيدنا منصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وبمناسبة الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، توصلت جلالته ببرقية تهاني وتبريك من قادة الدول الشقيقة والصديقة. نتابع. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. كما توصل جلالته ببرقية تهنئة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء. وبهذه المناسبة السعيدة توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، ومن عاهل المملكة الإسبانية الملك فيليب السادس، ومن صاحب الجلالة ناروهيتو إمبراطور اليابان. وتوصل جلالته ببرقية تهنئة من عاهل مملكة السويد جلالة الملك كارل غوستاف، ومن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، ومن جلالة الملك فيليب عاهل بلجيكا والملكة ماتيلدا.
كما توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الحاكمة العامة لكندا فخامة السيدة ماري ماي سيمون، ومن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومن رئيس رومانيا فخامة السيد كلاوس فيرنر يوحانيس. برقية تهنئة مماثلة توصل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الملك تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة، ومن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ومن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومن رئيسة الجمهورية اليونانية فخامة السيدة كاترينا ساكيلارو بولو. وتوصل جلالة الملك ببرقية تهنئة مماثلة من رئيس الجمهورية البرتغالية السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ومن صاحب الجلالة السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، ومن حاكمي جمهورية سان ماران أليساندرو ساكارانو وأديلي تونيني. كما توصل جلالته ببرقية تهنئة مماثلة من الرئيس السنغالي السيد ماكيسال. اللحظة نتناول مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد مع ضيوفنا الكرام. يحضر معنا السيد عبد الحفيظ أدمين ورئيس شعبة القانون العام السويسي بجامعة محمد الخامس برباط. مساء الخير. مساء النور. كذلك المحلل والخبير الاقتصادي السيد نجيب الصوماعي. مساء الخير. مساء النور، شكرا على الدعوة. مرحبا. ومن الدار البيضاء ينضم إلينا الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية السيد طارق القداري. مساء الخير سيدي. مساء الخير واهلا وسهلا بضيوفك الكرام. مرحبا. إذا أبدأ معك سيد أدمينو. يتسم خطاب العرش لهذه السنة بروح الثقة من خلال استعراض مجموعة من الإنجازات التي شهدها المغرب، كما يتميز بنبرة يعني مستقبلية استشرافية لمواصلة هذه الأوراش وهذه المشاريع المفتوحة. هناك أيضا دعوة ملكية إلى التحلي بالجدية والتفاني في العمل المشهود به من المغاربة. بالفعل الخطاب جلالة الملك اليوم أولا يثمن مختلف الإنجازات التي حققها المغرب على جميع الأصعدة، وأيضا يضع بطبيعة الحال المبادئ الموجهة للمغاربة ولعمل المغاربة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وأيضا القيام بالمزيد من الإصلاحات. الكلمة المفتاح التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه تتمثل أساسا في مفهوم الجدية ومبدأ الجدية، على اعتبار أنه عندما يتحلى المغاربة بالجدية فإنهم يستطيعون تحقيق العديد من الإنجازات، وقدم جلالة الملك أمثلة لذلك سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الصناعي أو على المستوى أيضا التنموي وغيرها من الإنجازات التي تم تحقيقها. جلالة الملك كذلك يؤكد على أن هذا المبدأ يجب أن يوجه كل الفاعلين، سواء الفاعلين السياسيين والإداريين وكذلك الفاعلين الاقتصاديين، لأنه المغرب أو كما قال جلالة الملك المغاربة معروفون بخصال الوفاء والتفاؤل والتسامح والتضحية، وأيضا إذا توفرت الجدية فهم قادرون على تحقيق مختلف بطبيعة الحال يعني تجاوز كل ساعة. أيضا جلالة الملك وضع القواعد الموجهة للمشاريع والإنجاز المشاريع المستقبلية، متمثلة أساسا في استحضار بطبيعة الحال الثوابت الوطنية الراسخة، الوحدة الوطنية، الله الوطن الملك بطبيعة الحال، وكذلك أيضا
استحضار بطبيعة الحال الروابط الاجتماعية والعائلية التي من المفروض أيضا أن تشكل إطارا مهما لتحقيق هذه الإنجازات. وجلالة الملك منذ بداية الخطاب يؤكد على أنه اليوم الإنجازات التي حققها المغرب عبر التاريخ هي نتاج للتلاحم الذي دائما ربط ما بين العرش وما بين الشعب. هذا التلاحم هو الذي اليوم أعطانا هذا نموذج الدولة الأمة التي بطبيعة الحال ترسخت عبر مسار تاريخ هذه الدولة. طيب أمرك سيد صومعي، جلالة الملك أبرز أن المسار التنموي الوطني وصل إلى درجة من التقدم وكذلك درجة من النضج تتطلب الارتقاء به إلى مرحلة جديدة وكذلك فتح آفاق يعني أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. صحيح، لأن ما وصلنا له اليوم هو نتاج لقيادة ملكية، لرؤية ملكية، لتوجهات. جلالة الملك في 24 سنة أكد على أنه قائد يصنع المبادرات الكبرى، يصنع التوجهات التي غيرت، والنتائج والمؤشرات تتكلم على ذلك، غيرت وجه الأمة. اليوم نحن دولة اقتصاديا، دولة قوية، دولة تتجه إلى المستقبل بأسلوب واضح. المغرب يمتلك التصور تحت قيادة جلالة الملك. اليوم طبعا بعد 24 سنة مكنا من تقوية اقتصادنا وضاعفناه بأكثر من 3 مرات. تمت تقوية المؤشرات الاجتماعية، المؤشرات المرتبطة بالبنية التحتية، وضع المغاربة بشكل عام، جودة الحياة، الرفاه الاقتصادي. وهذا الأمر في الحقيقة يمكن أن يؤكد على أننا وصلنا إلى مستوى نضج اقتصادي يمنحنا وكذلك يمنح كذلك لجلالة الملك الحق في الطموح للتوجه إلى المستقبل بنفس جديد، بطموح أكبر. وهذا الطموح في الحقيقة وكذلك والوصفة التي قدمها جلالة الملك هي الجدية. وهذه في الحقيقة في تدبير يعني الثروة البشرية، تدبير يعني الهيومن ريسورسز أو يعني الموارد البشرية بشكل عام هي مؤشر مفتاح، على اعتبار على أن المغاربة معروفون منذ قرون، يعني منذ مجموعة يعني سنوات عديدة وقرون عديدة منذ نشأة الأمة المغربية بالجدية الذي مكننا من أننا في الماضي كنا أمة يعني تمكنت من التموقع الاقتصادي القوي والسياسي يعني الجيوسياسي بشكل عام. واليوم هذه الجدية تتمثل بأن المغربي هو أكثر إنتاجية ب4 مرات يعني من مستويات دول محيطة. المغربي وتؤكده كذلك حتى بعض يعني التقارير الدولية هو أكثر ذكاء، هو قادر على الإبداع والابتكار. وهذا ما أكد عليه جلالة الملك على اعتبار على أنه أشار إلى الشباب كالثروة الحقيقية للأمة المغربية. ولما نتكلم عن الشباب فهي الثلث. وهنا جلالة الملك يؤكد على أن هذه النقطة هي مدخل الاستفادة من ما يصطلح عليه الآن بالديموغرافيك ديفيدند أو العائد الديموغرافي، أي أن الشباب هو اليوم القادر على الإبداع والابتكار والإنتاج وكذلك يعني دفع بعجلة التنمية إلى الأمام. لذلك فالجدية هي النقطة الأساس التي ستمكننا من تقوية رصيدنا القوي أصلا في البنيات التحتية، كذلك تقوية الصناعة المغربية لجعلها اليوم تنافس مستويات أكبر. وهذا في الحقيقة تأكد لأن كان مؤشر قبل أشهر حيث قدم جلالة الملك يعني نموذج لأول سيارة في العالم تشتغل بالهيدروجين، كذلك سيارة مغربية تشتغل بالطاقات الكهربائية. وهذا في الحقيقة يؤشر على أنه في المستقبل الإنسان المغربي تحت قيادة ملوكه قادر على التوجه يعني إلى صناعات أكثر إبداعا، أكثر ابتكارا. ونتكلم على الذكاء الاصطناعي، النانو تكنولوجي، الروبوتكس، أو كذلك وهي مهن عالمية ذات مردودية كبيرة ستنعكس إيجابا على مستقبل الأمة المغربية. طيب سيد طارق القدالي، أتوجه إليك. يعني جلالة الملك تطرق إلى ورش الحماية الاجتماعية، يعني أهمية توقف جلالة الملك عند ضرورة تفعيل يعني التعويضات قبل ما تم السنة الجارية. طبعا سيدي الفاضل، من خلال الخطاب الملكي لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله تخليدا للذكرى 24 من عيد العرش المجيد، لا يمكن القول إننا أن نقول فخورين بكل اعتزاز وفخر بتقاليدنا وبقيمنا وثوابتنا التي تجعل من المملكة المغربية دولة الأمة.
التي تعتز بشبابها وتعتز برجالاتها وتعتز بإنجازاتها. ولكن العنوان العريض لخطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس أنه بالجدية، بالتلاحم، بالتضامن يمكن أن نحقق المستحيل. ولا أدل على ذلك إنجاز المنتخب الوطني المغربي خلال كأس العالم الأخير، من خلال جديته ومن خلال يعني تلاحمه وتضامنه ووحدته تمكن من تحقيق المستحيل. كذلك من خلال إنجازات الشباب المغربي، من خلال قدرتهم على صنع أول سيارة مغربية، وكذلك صنع سيارة أو تشتغل بالهيدروجين. كلها إشارات بأن الأمة المغربية لا مستحيل لها من خلال سياستها الداخلية أو من خلال سياستها وتعاطيها مع السياسة الخارجية ومع قضاياها الوطنية. لا يمكن أن يكون أي مستحيل إذا تحلينا بالجدية، والجدية لابد أن تتخلل جميع السياسات على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو الإداري. فحققنا مجموعة من المنجزات على المستوى الاقتصادي. بادر صاحب جلالة الملك محمد السادس مجموعة من المبادرات، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على مستوى الاستثمار، سواء على مستوى الإقلاع الاقتصادي بملايير الدراهم. ولكن من أجل أن نحقق نستمر في تنمية مستدامة لابد أن نتحلى بالجدية، ولا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى بريق الأمة المغربية يستمر في إشاعه، ونحافظ على علامة صنع في المغرب على مستوى اقتصادنا وعلى مستوى تقاليدنا وثوابتنا، وكذلك روابطنا المتشبثة من روح الأسرة ومن روح العائلة وكذلك من روح الأمة المغربية. طيب، أعود إليك سيد أدميني. صاحب الجلالة شدد على، كما سبق وقلنا، شدد على مفهوم الجدية، مفهوم متكامل، وأبى جلالته إلا أن يتوقف عند الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر. كيف تجسد هذا المفهوم في هذا الإنجاز؟ هو بالفعل جلالة الملك منذ البداية أكد على أنه إذا كانت التنمية هي تحتاج إلى الموارد المالية والبشرية الكافية، وكذلك إلى الحكامة اللازمة من أجل تحقيق أهدافها، فأيضا تحقيق أهداف هذه التنمية هو يرتبط كذلك باعتماد وباستحضار مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية. وجلالة الملك عندما تحدث عن الجدية هو تحدث عن الجدية باعتبارها مفهوما متكاملا بطبيعة الحال يضم أو يحتوي على الجوانب المبادئ العملية المرتبطة أساسا بالتفاني في العمل، بالصدق والإخلاص في أداء المسؤولية والمهام، وكذلك القيم الإنسانية التي بطبيعة الحال تجعل أيضا من الجدية مبدأ موجها للأفراد وللأشخاص وللمجموعات. وبطبيعة الحال التأكيد على وليؤكد على أهمية هذا المبدأ كقيمة إنسانية يعطي جلالة الملك أمثلة. أعطى مثلا بما حققه المنتخب المغربي في قطر في كأس العالم الأخيرة، حيث أن الجدية التي أبان عنها أعضاء المنتخب ومختلف مكونات المنتخب الوطني، وكذلك تعاطيهم مع الأبعاد الوطنية والعائلية والوطنية لهذا الإنجاز جعل بطبيعة مصدر فخر واعتزاز. جعل أيضا أنه بطبيعة الحال أن هذا الإنجاز كان مصدر فخر، ولعل الاستقبال الذي خص به جلالة الملك أفراد المنتخب الوطني يعبر أيضا عن هذا التلاحم الذي دائما ما بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. كذلك على المستوى أيضا الصناعي لاحظنا كيف أنه تقديم اليوم نموذج للسيارة المغربية بكفاءات وطنية وبتمويل مغربي هو يعبر كذلك عن هذا التفاني وهذه الجدية، وبالتالي استحضارها أيضا في إنجاز المهام التقنية وغيرها هو ضروري من أجل تحقيق هذه الأهداف، ويعطي أمثلة كثيرة عنها بطبيعة الحال في كافة المجالات. ويؤكد جلالة الملك أيضا حتى هذه الجدية يجب استحضارها أيضا في المجال السياسي من خلال استحضار المبادئ التي يجب أن توجه العمل السياسي، الصدق والتفاني في الإخلاص وخدمة المصالح العامة. وسبق لجلالة الملك في العديد من الخطب أن أكد على أن استحضار هذه أن العمل السياسي اليوم هو يحتاج إلى مبادئ موجهة وإلى نخب أيضا قادرة على استيعاب هذه المبادئ. أيضا الجدية هي ضرورية حتى في المجال الإداري وفي المجال التدبيري،
فاستحضار عناصر الاستحقاق والكفاءة هي أيضا من القواعد التي يمكن أن تساهم كما قلنا في تحقيق أهداف مجتمعنا وأيضا المساهمة في تحقيق التنمية. وبطبيعة الحال هذه الجدية هي أيضا لحمة يمكن أن تساهم وفق القواعد ومجموعة من القواعد والمبادئ الموجهة لمسار التنمية في بلادنا. الثوابت الوطنية بطبيعة الحال الله الوطن الملك، وبالتالي استحضار الخصوصية الدينية والحضارية. وهنا جلالة الملك أكد على الروابط وعلى التاريخ وعلى الروابط العائلية والاجتماعية التي يجب استحضارها، ولعل مشروع مثلا الحماية الاجتماعية هو يسير في هذا المنحى من خلال استحضار كرامة المواطنين والتوجه نحو توفير عيش ملائم وكريم للمواطن من خلال العناية بالأبعاد الاجتماعية في حياة المواطن وحقوقه الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم وغيرها. كذلك أيضا الجدية يجب أن تخدم أيضا الوحدة الوطنية. وتحدث جلالة الملك أيضا أن الجدية عندما تطبع عمل المغربي سواء الدبلوماسي أو السياسي تبين مدى ما حققته القضية الوحدة الوطنية من إنجازات وتراكمات إيجابية جدا، ولعل آخرها اعتراف أيضا دولة إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه وغيرها بطبيعة الحال من المجالات كما قلنا التي اليوم الجدية كمفهوم متكامل يجسد مبادئ وقيم عملية وإنسانية يمكن أن تدفع المغربي إلى أن يحقق وأن يساهم في تنمية بلاده، يعني عبر الرؤية الملكية في مغرب الغد بطبيعة الحال. طيب سيد الصومعي، جلالة الملك أكد بنفس هذه الروح، يعني يتقدم المغرب بملف مشترك، يعني ملف ثلاثي مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائية كأس العالم. أسألكم يعني عن دلالات هذا الترشيح والآفاق التي يفتحها أمام مغرب الغد. أولا هذا الترشيح يعتبر مؤشر. لما تنتكلموا على ترشيح مع إسبانيا والبرتغال معناه على أنه هناك 3 دول قوية تربط بين الشمال والجنوب. هذا أمر كان مهم يعني حتى في التقديم ديال الملف لأول مرة من خلال الرسالة ديال جلالة الملك الاتحاد الإفريقي. كذلك هذا التقديم معناه على أنه المغرب أمة جادة. طبعا من قبل لم نستطع لأسباب ما، ولكن جديتنا جعلت منا نتشبت بالاستمرار في هذا المسار، ونحن اليوم أقرب إليه من أي وقت مضى. لماذا؟ هنا تجي كذلك نقطة اللي في حقيقة مهمة، هي جدية جلالة الملك، على اعتبار على أنه لما لم ننجح في يعني في الملفات السابقة استمرينا في الأوراش الكبرى، بناء الملاعب، بناء البنيات التحتية، تقوية المنظومة الصحية، يعني الاستجابة لكافة شروط يعني الملف يعني الطلب العروض للاتحاد الدولي الفيفا، وكذلك وضع المغرب في أسس صلبة قادرة على أنه اليوم يكون محط يعني ثقة للمجتمع الكروي الدولي. نقطة مهمة هو أنه النموذج المغربي وكذلك استفادة الشباب المغربي من شخصية جلالة الملك في هذه 24 سنة أكد لنا جلالة الملك على أنه يعني قائد للمبادرات الكبرى، قائد كذلك للتوجهات مهمة بالنسبة للأمة المغربية، وكذلك لاحظنا على أنه حتى الشباب هو يقتدي بقائده، لأننا اليوم طبعا هناك مراحل نحن بصدد بنائها، وشاهدنا على أنه اليوم كاين كذلك إعلان من طرف جلالة الملك على أنه سيتم يعني قبل ما تم هذه السنة صرف التعويضات العائلية للأسر المغربية المعوزة، وهذا أمر مهم جدا. وأكد عليه جلالة الملك سنة 2020 على أنه مسار الحماية الاجتماعية غادي يكون يعني في 5 سنوات. السنة الماضية شاهدنا على أنه يعني التأمين الإجباري على المرض يعني استفد منه وصلت يعني المستفيدين ل 23 مليون مغربي. هذه السنة كذلك التعويضات العائلية، يعني المسار مستمر. لذلك فيمكن التأكيد من خلال كافة آليات وأسلوب تدبير المبادرات الكبرى لجلالة الملك على أن قائد أمتنا هو قائد يعني يعلمنا كذلك يعني الجدية نقتدي به، وكذلك هذا الأسلوب سيمكننا من الوصول إلى الأهداف التي سطرها جلالة الملك.
وهذه الامور هو والاهم هو ان جلاله الملك اليوم يهندس مبادرات كبرى للامه المغربيه. هذه الجديه التي تحدثنا عنها يعني مكنت المغرب من تحقيق مجموعه من الانجازات. اليوم نسلط الضوء على تطور متلاحق تعيشه الصناعه الوطنيه بمختلف قطاعاتها، تطور تتجسد عبره رؤيه ملكيه تراهن على الانفتاح الاقتصادي العالمي وتجعل من الصناعه رافعه محوريه للتنميه الاقتصاديه في المغرب، محفزا للاستثمار وقاطره للنمو والتنميه في خدمه المواطن. تتعدد القطاعات والرهان واحد، السياده الصناعيه. خالد أزدول، مهدي الشطيبي، محمد عروي ونرد اللباني. كلما رفرف هذا العالم أخبر العالم بقصص نجاح ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية. ورغم تداعيات هذه الأزمة تتواصل الارتقاء في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا، كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. عندما نلقي نظرة على الأرقام والمعطيات ندرك أن المغرب دخل فعلا عهدا جديدا للصناعة المغربية. تصدرت الصناعة قائمة صادرات المغرب بنسبة 86.6%. بلغت معه قائمة الصادرات 370 مليار درهم سنة 2022، ارتفاع مضطرد خلال سنة 2023 حيث بلغت عائدات الصناعة المغربية خلال الثلاثة الأشهر الأولى 93 مليار درهم، أي بزيادة 12%. نجاح المغرب والتحاقه بكبار المصنعين العالميين لم يكن وليد الصدفة. خطط وبرامج ملكية حددت أولويات ورهانات الصناعة المغربية من قبيل تسريع وإقلاع صناعي وميثاق جديد للاستثمار. نتج عنها إنشاء 149 منطقة صناعية موزعة على جهات المملكة، احتضنت ما يزيد عن 14 قطاعا صناعيا متنوعا. وهكذا كان لعلامة صنع بالمغرب أن نقشت أحرفها بكبريات العلامات التجارية والصناعية في العالم. أكد معه كل الخبراء أنه عهد جديد للصناعة المغربية. قصة هذا التميز الصناعي المغربي ما زالت مستمرة. عقدين من الزمن كان كافيين لتثبيت دعائم الصناعة المغربية بين الدول الرائدة في المجال. 15 من ماي 2023 جلالة الملك محمد السادس نصره الله يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم أول سيارة من صنع مغربي، وكذا نموذج لأول سيارة من تطوير مغربي تعمل بالهيدروجين. النموذجان عنوان لتميز صناعي مغربي وإعلان واضح على أن المملكة المغربية اقتحمت مجالات صناعية متطورة، بل ذهبت لمرحلة الإبداع والابتكار. رؤية ملكية سامية همت كل تفاصيل مجالات الصناعة، وقيادة مولوية حولت هذا القطاع إلى مجال للابتكار في ظرف 20 سنة فقط. هذا النهار ديال 15 ماي 2023 راه انا كنت كنشوف ال20 عام ديال النظره العاليه ديال سيدنا الله ينصرو فاش فكر في لو بون لو بور طنجماد، حيت كيبدا بلو بور، كيبدا بلي زيكو سيستيم، كيبدا بديك التفريشه اللي دارت في المغرب كامل اللي كتخلي اليوم هذه الصناعه المغربيه تكبر. Sa Majesté le roi Mohamed VI الله ينصرو
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شرفنا بالحضور للقصر الملكي لتقديم النموذج الأولي لسيارة نامكس. هو الأول من نوعه بالمغرب وإفريقيا. نامكس مصنع جديد لمركبة تعمل بالهيدروجين، هو ابتكار لعلامة مغربية بالمواصفات العالمية ستنافس أكبر الشركات الكبرى. تم تصميم هذه السيارة من طرف بينينفارينا، أكبر مصمم سيارات بإيطاليا وصاحب تصميم أشهر سيارة فيراري في التاريخ. قصص نجاح الصناعة المغربية عبر شبابها دونت بداية تاريخ جديد وصل لحد الابتكار والاختراع. سيدنا أعطى توجيهات واضحة بالنسبة للعهد الجديد للصناعة المغربية، عهد مبني على السيادة كوسيلة وسبيل، يعني اللي غتستعمل باش نقويو المنظومة الصناعية واللي غتهدف للاستجابة لحاجيات المغاربة أولاً والمحيط ديال المغاربه ثانيا. هذه السياده شنو كتعني؟ كتعني اننا غنركزوا على الحاجيات ديال السوق الوطني وديال الاسواق اللي كنستهدفوها كمنظومه صناعيه. عام بعد آخر يحقق المغرب أرقاما قياسية على مستوى صناعة السيارات. سلاسل إنتاج مكنت أيضا من المساهمة في صنع السيارة الكهربائية حديثة العهد بالعالم. مشروع السيارة الكهربائية مفخرة وطنية تم تطويره وتصنيعه بموارد محلية داخل مصنع القنيطرة. مضاعفة سعة الوحدة الصناعية أتاح لنا الفرصة لمواكبة تطوير مشروع السيارة الكهربائية. نحن اليوم في مرحلة تطوير هذا المشروع بعدما ضاعفنا نسبة الإنتاج هذه السنة، في حين تنتظرنا مراحل أخرى السنوات القادمة. سيارة كهربائية من صنع مغربي داخل سلاسل إنتاج كبريات الشركات العملاقة. ضاعف هذا المصنع من إنتاجه في ظرف وجيز وواكب معه آخر صيحات عالم السيارات. أضحى المغرب ثالث مصنع للسيارات في العالم، حيث بلغت صادرات هذه الصناعة 111.3 مليار درهم، بسعة إنتاجية تترقب الوصول ل 950 ألف سيارة نهاية هذا العام و2,000,000 سيارة نهاية عام 2030. نواصل الحوار معك سيد صومعي. إذن الجدية في مجال الإبداع والابتكار أيضا كانت حاضرة في الخطاب الملكي، وهنا إشادة بعطاءات شباب المغرب الذي يراهن من خلال مجموعة من الابتكارات على تعزيز علامة صنع في المغرب. صحيح، مدخل تعزيز علامة صنع في المغرب هو الثقة في قدرات الشاب، نبوغ الشاب المغربي وقدرته على الابتكار والإبداع. وطبعا جلالة الملك رؤيته كانت في البداية هي توفير كافة سبل مواكبة هذه قدرات الإبداع والابتكار عند الشباب المغربي. وهنا غادي نرجعوا بسنوات إلى الوراء لما بدأت بلادنا في تطوير سلسلة طرق السيارة، في تطوير كذلك منظومات لوجستية متقدمة. وهنا نتكلم على ميناء طنجة المتوسط، وكيفاش هذه فكرة جلالة الملك خلقت واحد الثورة في المنظومة اللوجستية المتوسطية، وخلات المغرب هو المدخل ديال سلسلة القيمة المتوسطية، وكان مدخل كذلك على أنه ينال الثقة ديال مصنعي السيارات. وهذا المسار بدأ وتطور معه النيكو سيستم، واحد المنظومة اللي خلتنا اليوم من 3 دول الأكثر تنافسية في العالم في مجال صناعة السيارات. هذا الشيء شنو اللي جاء من بعده؟ تطوير كذلك منصات صناعية أخرى، كمثلا منظومة صناعة الطائرات، لدرجة على أنه أحد المديرين التنفيذيين لمؤسسة مرموقة عالميا يقول
ليس هناك طائرة تحلق في العالم ليس فيها جزء صنع في المغرب. يعني وهذه راه مؤشر مهم جدا لقدرة يعني الرؤية الملكية في هذه السنوات على أنها تحدث واحد النقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وكذلك في منظومة خلق الفرص للشباب المغربي. اليوم طبعا عندنا صناعات سيارات قوية جدا وتنافسية على المستوى العالمي. بعض التقارير وآخرها تقرير البنك الإفريقي هذه يومين قال على أنه في السنوات القليلة المقبلة هناك إمكانية تطوير يعني بطاريات يعني مغربية أباز دو فوسفات، يعني باستعمال الفوسفات. كذلك هناك كذلك استشراف لمجموعة من المؤسسات الدولية لإمكانية رؤية طائرة مغربية كما رأينا سيارة مغربية في المستقبل. كذلك أمور مرتبطة يعني بتطوير يعني الصناعات الفضائية، الصناعات العسكرية، وكذلك صناعات ذات قيمة مضافة قادرة على الاستفادة من معطيين اثنين. أولا التوجهات الكبرى وترصيد المكتسبات اللي قامت بها بلادنا في السنوات السابقة اللي هي اللوجستيك وكذلك التموقع يعني في قلب سلاسل القيمة العالمية، وكذلك المغرب كلاعب أساسي يعني في معادلة يعني سلاسل الإمداد العالمية. والنقطة الثانية كذلك هو تطوير المادة الرمادية المغربية، يعني المهارات وكذلك كفاءات الشباب المغربي من خلال آليات عملية. وشاهدنا قبل يعني أشهر افتتاح جلالة الملك مدينة المهن والكفاءات بتمسنا، وهذا مسار تقريبا في كل جهات المملكة. شاهدنا كذلك على أن هناك دينامية اللي فيها كذلك حتى تحول في آليات يعني التكوين. اليوم طبعا بجانب التكوينات المعتادة كاين تكوينات مرتبطة يعني بالكودين، يعني بالامور مرتبطه يعني بالرقمنه، كاين تكوينات مرتبطه كذلك بالذكاء الاصطناعي، بانترنت الاشياء، كذلك حتى بامور مرتبطه يعني بتكنولوجيا دقيقه خاصه مثلا بانتاج اشباه الموصلات اللي هي امر مهم جدا، للسيمي كوندكتور امر مهم جدا غادي يطور من السياده الصناعيه في بلادنا. وكذلك التوجه نحو صناعات جديده كما قلت، يعني الصناعات الفضائيه، صناعات كذلك الأقمار الاصطناعية، ويعني تطوير يعني ان ايكو سيستيم خاص بالصناعات الفضائية، وكذلك الصناعات الحربية والعسكرية اللي تكلم عليها جلالة الملك وكذلك أكدها النموذج التنموي فيما قبل. لذلك فاليوم نحن أمام ثورة هادئة اقتصادية يقودها جلالة الملك. في 24 سنة الماضية تحول اقتصادنا الوطني من اقتصاد يعني بسيط إلى اقتصاد اليوم يحسب له 1000 حساب في المعادلة الاقتصادية العالمية. تطور ناتجنا الداخلي الخام يعني ب3 مرات في السنوات القادمة الماضية، واليوم نتكلم على تطور في حدود 600 مليار درهم في أفق 600 مليار دولار في أفق 2035. هذا أمر مهم جدا يؤكد على أن ما يقوم به جلالة الملك من مبادرات كبرى سيضع بلادنا في السنوات القليلة المقبلة بين الدول الاقتصادية المرجعية إقليميا ودوليا. طيب سيد أدمين، نبقى مع مفهوم الجدية هذه المرة في الدفاع عن الوحدة الترابية، يعني محور أساسي في خطاب العرش. كيف أثمرت هذه الجدية والمصداقية يعني مجموعة من الاعترافات بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية؟ هو هذا المسار بطبيعة الحال كان قد سبق لجلالة الملك أن دشنه من خلال أولا تحديد يعني التوجه العام أو الاختيار الاستراتيجي بالنسبة لقضية الوحدة الترابية، وهو متمثل أساسا في كون أن المغرب يجعل من قضية وحدته الترابية هي المنظار الذي ينظر بها إلى العالم. هذا الاختيار الذي كان فيه صارما جلالة الملك وجديا بطبيعة الحال كانت له نتائج مهمة فيما بعد. لاحظنا كيف أنه هذا الاختيار الذي أعلنها عنه جلالة الملك وربط أيضا حتى علاقاته الاقتصادية ومصالح الاقتصادية بالوحدة الترابية، لاحظنا كيف أنه أثر على التحول في مواقف العديد من الدول، انطلاقا من التحول الذي عرفه موقف الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بتحولات أخرى عرفتها عديد من الدول وخاصة القوى الكبرى في أوروبا. أساسا نتحدث هنا عن إسبانيا، نتحدث عن ألمانيا، ونتحدث عن عدد من الدول الأوروبية التي غيرت، إما التي كانت منحازة بشكل واضح إلى الأطروحة الانفصالية كيف أنها أصبحت في حياد إيجابي، وتلك التي أيضا غيرت من موقفها. ولاحظنا التحول الذي أحدثته إسبانيا أساسا علاقة
من قضيته الوطنية. هذا المسار كذلك لاحظنا كيف أنه توج باعتراف الأخير لدولة إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه، وهذا بطبيعة الحال يعبر عن هذه الجدية وهذه الصرامة التي تعاطى بها جلالة الملك مع مختلف شركائه ومختلف بطبيعة الحال جيرانه فيما يتعلق بهذه القضية. كذلك جلالة الملك في تعاطيه مع قضية الوحدة الترابية بطبيعة الحال هو لا يقيم ربطا ما بين يعني قضايا أخرى، وهنا جلالة الملك في الخطاب أكد بشكل واضح على أن المغرب دائما سيبقى إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية. إذن وبالتالي فجلالة الملك يؤكد على أنه لا يمكن بطبيعة الحال يعني الخلط ما بين هذه القضايا، فقضية الوحدة الترابية الوطنية هي قضية شعب وقضية وطن وقضية ملك، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تغير في مواقف المغرب المبدئية والجدية. وبهذه الجدية حتى جلالة الملك سيد أدمينو يعني أكد غير ما مرة أن قضية الصحراء المغربية هي في نفس مرتبة قضية فلسطين يعني. واليوم يؤكد على هذا الخيار بطبيعة الحال، ويؤكد على أن المغرب دائما سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق دولته المستقلة. وأيضا جلالة الملك حتى في يعني علاقة بهذه الاختيارات الكبرى يؤكد اليوم للجزائر مرة ثانية على أن علاقات المغرب مع الجزائر هي خط بطبيعة الحال أو هي توجه استراتيجي بالنسبة لبلادنا. إذا كانت هذه العلاقات كما قالت جلالة الملك هي مستقرة اليوم، فجلالة الملك يتطلع إلى أن تكون هذه العلاقات علاقات أفضل بطبيعة الحال. ومن خلال الخطاب الملكي تجسدت مرة أخرى إرادة ملكية سامية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية. ورش ملكي جسد ثورة اجتماعية غير مسبوقة بدأ تفعيله منذ عام 2021. نتحدث عن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، التأمين عن المرض، التعويضات العائلية وغيرها من الحقوق الاجتماعية يضمنها هذا الورش الملكي الذي استهدف في مراحله الأولى الأشخاص غير الأجراء. تقرير سميرة أصبان، أمين شرقاوي وعبد الله أقنور. رحلة المملكة في مسار بناء ركائز الدولة الاجتماعية طبعها ورش مجتمعي غير مسبوق. إنه الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الورش الذي أبصر النور منذ عام 2021 ليؤمن حقوقاً اجتماعية أساسية ضمنها التغطية الصحية. في 14 أبريل من سنة 2021 ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. 3 اتفاقيات إطار وقعت بين يدي جلالة الملك. تهم هذه الاتفاقيات تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً. ملف التغطية الصحية المحطة الأولى ضمن هذا الورش الملكي الذي وقع ثورة اجتماعية غير مسبوقة في البلاد. 22 مليون مستفيد إضافي يشملهم اليوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشروع شمل في مراحله الأولى الأشخاص غير الأجراء ليشمل فيما بعد الأشخاص الخاضعين سابقاً لنظام المساعدة الطبية راميد. في مدينة العيون التقينا برافعة، صانعة تقليدية في عقدها الثالث استهواها مجال الجلد، حرفة ورثتها عن والدها. إنها من أشهر الحرف التي تزاولها النساء في الصحراء المغربية. كغيرها من الصانعات التقليديات تملكت رافعة مهارة تطويع هذه المادة الأولية لتصنع منها تحفاً تتفنن في تزيينها. ربيت الحمد لله عند عائلة الحمد لله تزاول في حرفة الصناعة التقليدية. حرفة الجلد هو فن، إبداع، ابتكار بالنسبة لي أنا، هواية.
رافقنا رافعة إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعيون. التمتع بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض منحها تحفيزاً أكثر على تطوير حرفة تجابه شبح الاندثار. التغطية الصحية تعني لي أنا الأمان والسلامة في مجال اللي أنا نشتغل فيه، والحمد لله يعني ما تليس خايفة من أي شيء مخاطر، الحمد لله عني من نعود نزاول حرفتي. العمل لحوالي 25 عاماً دون حماية اجتماعية لم يكن أمراً هيناً على أحمد سائق سيارة أجرة بأكادير، لكن وضعه تغير اليوم. من نهار جيت للطاكسي من 98 وحنا ديما كنترجاو باش تكون عندنا التغطيه الصحيه، خصوصا حنا كمهنيين ديال قطاع سيارة الأجرة. ولكن الحمد لله من نهار تلقى المشروع الملكي فرحنا بهذا المشروع هذا، والحمد لله راه بدينا كنستافدوا. هذه هنا كما كتعرف فيها بزاف ديال المخاطر، خصوصا يعني الانسان جالس ديما في الكوسان تيتعرض للكلاوي، كيتعرض يعني ضروري الانسان دابا راك عارف دابا مع الستريس، الامراض، السكر، لا طونسيون، سيتو الانسان ملي تيكبر في العمر. تعميم التغطية الصحية على الأشخاص غير الأجراء وذويهم منح هذا السائق تحصيناً أكبر أمام مخاطر يومية يواجهها في عمله. شحال مرة مشيت مثلا للكلينيك باش ندوز، ولا مثلا ملي ولدت المراه ديالي، يعني بزاف ديال الامور اللي كنطيحوا فيهم ملي كتدخل مثلا للكلينيك تيسولوك واش عندك التغطيه الصحيه، عاد كتقدم ليه راسك بان راه في القطاع ديال الطاكسي ضروري تخلص ضروري. الحمد لله دابا حنا راه فرحانين بهذا المشروع الملكي لتعميم الحمايه الاجتماعيه. الى حدود يعني الان تقريبا تم تسجيل ما يناهز 1,900,000 عامل غير اجير، فيهم فلاحون، فيهم يعني صناع تقليديون، فيهم تجار، فيهم مهن حره. الى خدينا ذوي الحقوق ديالهم تقريبا 5 المليون ديال الناس اللي بين 5 حتى 6 المليون ديال الناس مغاربه اللي ولاو عندهم الحق في التغطيه الصحيه. التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التعويضات العائلية، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، كلها حقوق يضمنها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية للأشخاص غير الأجراء. الورش الذي اعتبر محطة بارزة في مسار حقوق الشغيلة في المملكة. وأعود إليك سيد طارق القدالي، ورش الحماية الاجتماعية، ماذا يمثل هذا الورش الملكي المجتمعي بالنسبة لمغرب النموذج التنموي؟ طبعا سيد الفاضل، بعد تاريخ 14 أبريل 2021 الذي سجل الانطلاقة الرسمية لصاحب يعني بأمر من صاحب الجلالة لتوسيع وتعميم التغطية الصحية لعموم المواطنين لأكثر من 22 مليون مغربي، نسجل اليوم من خلال الخطاب الملكي السامي الانطلاقة الرسمية للركيزة الثانية من ركائز ورش الحماية الاجتماعي الكبير والضخم والغير المسبوق، والذي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية بالنسبة الذي يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة، وهو الانطلاقة الركيزة الثانية، وهو يعني في ورش الحماية الاجتماعية تعميم التعويضات العائلية لأكثر من 7 المليون ديال الطفل في المغرب، وأكثر من يعني 3 المليون ديال الأسر المغربية. إذا في هذه الحالة ملي كنتكلموا على ورش الحماية الاجتماعية، يعني من خلال الخطاب يعني الملكي السامي نستشعر يعني باعتزاز وفخر يعني المواطن والشعب المغربي من خلال يعني الكلمات النبيلة والإنسانية لصاحب الجلالة عندما يقول ويخاطب شعبه بأنه يحس بالمعاناة اليومية للمواطن المغربي من خلال معاناته، سواء من خلال يعني حماية أجره ضد المخاطر يعني الوقتية التي ممكن يعني أن تواجه أي مواطن، سواء كان أجيرا، سواء كان موظفا عموميا، سواء كان مواطن بدون دخل. إذن في هذه الحالة نقول بأن ورش الحماية الاجتماعية جاء بركيزة أساسية
والتضامن بين جميع المواطنين، جاء بمعيار أساسي ومبدأ أساسي والتضامن، مبدأ أساسي وعدم التمييز والمساواة بين جميع المواطنين بدون أي هامش إقصاء، خاصة على مستوى المجالي أو على مستوى العدالة الاجتماعية كمفهوم ركزه صاحب الجلالة منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي راكمت مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي لمجموع الأشخاص في وضعية هشاشة وفي الأشخاص الذين المحتاجين لهذه المساعدات. ولكن يعني الاستفادة من درس الجائحة، وهو يعني من خلال المبادرات التي قام بها صاحب الجلالة سواء على مستوى الإقلاع الاقتصادي أو على مستوى يعني ما يسمى بالمساعدات الاجتماعية لعموم أو مجموعة من المواطنين الذين كانوا في حاجة لهذه المساعدات أيام الجائحة، فتم التفكير بحنكة وبإبداع ملكي استثنائي وهو إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، عنوانه البارز أنه ضروري أن يكون لدى المغاربة ضمان اجتماعي قادر على مواجهة جميع يعني كما كنقولوا المخاطر، سواء المخاطر المرتبطة بالصحة عن طريق تعميم التغطية الصحية الإجبارية آمو، أو عن طريق المخاطر لأول مرة يعني على المستوى كنموذج إفريقي أو نموذج استثنائي في إفريقيا، وهو المخاطر المرتبطة بالطفولة لمساعدة الطفولة على إبراز مؤهلاتها، على محاربة جميع أشكال الهدر المدرسي، وكذلك على مساعدة الأسر بتعويضات جزافية. كما كنتكلموا الفهوم القديم كان هو التعويضات العائليه، كما نتكلموا المغاربه كيقول لك فلوس الدراري بالنسبه للناس اللي خدامين في القطاع الخاص او في القطاع العام، ولكن دابا ولات تعويضات جزافيه حتى بالنسبه للاسر اللي ما يكونش عندهم اطفال ولكن عندهم يعني شروط الاستفاده من هذه التعويضات. غير باش نتكلموا ونربطوه مع الخطاب الملكي السامي اليوم، وعندما نتحدث عن الجديه، عندما يكون هناك الجديه لا مستحيل على المغاربه. بالامس القريب كنا كنتكلموا على الصندوق وطن الضمان الاجتماعي يدبر لمده 50 سنه واحد 3,600,000. كيف لاي مغربي ان يعني كيحلم انه يكون 22 مليون مغربي في ظرف سنتين 21 و22 منتقلوا من 7 مليون مستفيد و800,000 الى 22 مليون و400,000؟ هذا ما يمكن يكون الا بالجديه، الجديه اللي كتجي بقياده رشيده لصاحب الجلاله اللي حدد الاسس الاستراتيجيه للقانون الاطار 0921 واللي جاء باهم يعني محدد وهو التدرج في التنزيل، هذا الاول، والثاني عطى الحلول المبتكره في التمويل، وهذا اهم اساسي اللي قارب ما بين سبب المقاربه التضامنيه بين الناس اللي عندهم خصهم يؤدوا مساهمات واللي ما عندهمش في اطار ما يسمى بالمساهمه التضامنيه آمو تضامن، عن طريق تفعيل واللي نادى به صاحب الجلاله منذ سنه 2018 اللي هو السجل الاجتماعي الموحد، من خلال استهداف الامثله للمواطنين، وذلك لتعميم الاستفاده المثلى وتبسيط المساطر الاداريه امام جميع المواطنين من اجل الاستفاده من التغطيه الصحيه وكذلك الاستفاده من التعويضات العائليه في افق يعني بصفه تدريجيه لنصل الى تعميم التقاعد وكذلك يعني تعميم ما يسمى بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل. طيب نبقى معك في نفس السياق سيد طارق القدالي، إلى جانب يعني كل ما تفضلتم به، يعني أسألكم ماذا عن أهمية توقف جلالة الملك عند ضرورة تفعيل يعني التعويضات قبل ما تم السنة الجارية؟ أول شيء عندما نقول الجدية لابد أن نحترم تعهداتنا والتزاماتنا، وكلنا التزمنا أمام صاحب الجلالة من خلال توجهاته الاستراتيجية سنة 2020 أن يصدر قانون 0921 يعني باحترام الأجندة الملكية، وهو تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على يعني من سنة 2021 سنة 2025. المحطة الأولى في محطة الثورة الاجتماعية الهادئة للمملكة المغربية الحمد لله مرت بسلام، وتوقفنا عند المحطة ومنجزاتها، وأهم هذه المنجزات وهو الأشخاص اللي ما كانش عندهم في السابق التغطية الصحية أصبح اليوم عندهم استفادة من التغطية الصحية، أصبح من حقهم أنهم يتشافوا في المستشفيات الخاصة وفي المستشفيات العمومية ويسترجعوا المصاريف الطبية، ويطالبوا الصندوق وطن الضمان الاجتماعي بالتحملات المباشرة لعملياتهم الاستشفائية والجراحية وكذلك المستلزماتهم الطبية والعلاجاتهم بالأشعة إلى غير ذلك مما يستلزم تطبيبهم. المسألة الثانية
الثانية وهو عندما نقول الناس اللي كان عندهم في السابق ما يسمى بنظام الرميد أو نظام المساعدة الطبية، كانوا هاد الأشخاص كيستافدوا من الاستشفاء في المستشفيات العمومية، ولكن ما كانش عندهم حرية الاختيار يمشيوا لمستشفيات خاصة. إذا في هذه الحالة هاد الناس في أواخر سنة 2022 في دجنبر 2022 تمت يعني تحويلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سابقة من نوعها تقريبا، يعني ما كنتكلموا على أكثر من 11 مليون اللي كانوا ما كيستافدوش من التغطية الصحية، أصبحوا الآن يستافدون من التغطية الصحية إلى جانب ما يسمى يعني المهن الخاصة والتجار والمقاولين الذاتيين. فهذا يعني كما كنقولوا ثورة اجتماعية اللي أصبحنا أمام مغرب الإدماج. من عندما نتحدث عن مغرب الإدماج نتحدث عن أن جميع المغاربة بدون تمييز سواسية على المستوى الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية أسيونس مالادي أوبليغاتوار. وفي هذه الحالة نقول أن المحطة الثانية وهي المحطة ديال التعويضات العائلية، وبالتالي فكما جاء يعني في القانون الإطار 021 كنتكلموا على 2023 الانطلاقة الرسمية بالتدابير التي سترافق هذا المشروع المجتمعي الخاص بتعميم التعويضات العائلية التي أطلقها صاحب الجلالة. نقول بأن التدابير بما في ذلك تعميم ما يسمى بالسجل الاجتماعي كآلية فيها مجموعة من البيانات ومجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماععية من أجل أن يستفيد جميع المغاربة اللي كتوفر فيهم شروط من أن يستفيدوا من التعويضات العائلية لأكثر من 7 ملايين طفل وأكثر من 3 مليون أسر، وذلك بشكل يعني عادل بدون تمييز وفقا للشروط اللي كتوفر فيه غادي. وهذا كما جاء على يعني خطاب صاحب الجلاله فيه نوع من الاحساس بالمعاناه ديال الناس اللي مقصيين، وكذلك فيه نوع من العداله الاجتماعيه وصون كرامه المواطن اللي الحمد لله الا ما عندوش الدخل عنده التعويض. وهنا حتى لو عنده الدخل وفقد الدخل وعنده تعويضات، لان التعويض في المفهوم الاجتماعي العالمي هو الذي يعوض الاجر كصمام امان ضد مجموعه من المخاطر على المستوى الدولي. ونحن الان نحدد النموذج المغربي الاستثنائي وفق ثورة اجتماعية هادئة تستمر يعني في تنزيل وتستمر في تحديد منجزاتها الاجتماعية كما حدد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نعم، أعود إليك سيد أدمينو. في الخطاب الملكي رسالة موجهة لجميع الفعاليات الوطنية والقوى الحية للأمة، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية. بطبيعة الحال جلالة الملك يؤكد على أنه أيضا الجدية يجب أن تتبع سلوك كل الفاعلين، وخاصة الفاعلين في المجال السياسي والإداري والقضائي. وبطبيعة الحال في المجال السياسي نحن بالفعل في حاجة إلى جدية أكثر في التعاطي مع الالتزامات التي يقدمها السياسي للمواطنين. نحن نعلم أنه المغرب تحت قيادة جلالة الملك دشن مسارا ديمقراطيا مهما من خلال إقامة هيئات تمثيلية، مؤسسات تمثيلية بطبيعة الحال. وهذه المؤسسات التمثيلية بطبيعة الحال يتنبثق عن أحزاب سياسية. هذه الأحزاب السياسية هي التي تساهم في اختيار النخب واختيار المنتخبين، وتقدم كذلك البرامج والبدائل والاختيارات للمواطنين. بطبيعة الحال أيضا لإعطاء مصداقية للعملية السياسية وللعملية الديمقراطية، فأيضا لا بد من رفع منسوب الجدية في عمل السياسي وعمل يعني رجال السياسة بصفته العامة، سواء كانوا منتخبين أو في السلطة التنفيذية أو غيرها من المواقع، على اعتبار أن الوفاء بالتعهدات والوفاء بالالتزامات من شأنها أيضا أن تقوي هذا الرابط ما بين المواطن وما بين العملية السياسية والأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية بصفة عامة. اليوم كذلك العملية السياسية تحتاج إلى هذا المنسوب في القيم. اليوم عندنا تطور مهم على مستوى المنظومة التشريعية، عندنا تطور مهم على مستوى المنظومة المؤسساتية من مؤسسات مختلفة بطبيعة الحال، ولكن أيضا هذه المؤسسات وهذه النخب تحتاج إلى منسوب من القيم. هذه القيم مرتبطة أساسا بالجدية، المرتبطة بالوفاء، المرتبطة يعني تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة وخدمة بطبيعة الحال المصالح العليا لبلادنا. على المستوى الإداري كذلك اليوم أداء الدولة على المستوى الاقتصادي، على الحكومة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، هو رهين كذلك بإدارة جيدة وتدبير جيد. هذا التدبير الجيد الذي لا بد أن ينطلق إضافة إلى قواعد الحكامة المتعارف عليها، يجب أيضا أن يستند على مبادئ الجدية فيما يتعلق بالاستحقاق، استحضار عنصر الاستحقاق، أيضا تكافؤ الفرص، الإنصاف في الولوج إلى هذه الفرص. إذا وبالتالي فالحكومة أيضا ومختلف السلطات العمومية مطالبة أن تفعل هذا المبدأ وهذه القيمة باعتبارها قيمة أساسية وجوهرية تنضاف بطبيعة الحال إلى ما تم تحقيقه على مختلف هذه الأصعدة.
طيب سيد سمعي، خطاب العرش تضمن كذلك في تناهي يعني رؤية استشرافية وتوجه للمستقبل من خلال يعني الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. هنا جاءت الدعوة الملكية للحكومة لإعداد مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر. أسألكم يعني ما أهمية تثمين مؤهلات المغرب في هذا المجال والاستجابة لمشاريع عن المستثمرين العالميين في هذا المشاريع؟ لا، اولا هذا استمرار كذلك في الديناميه اللي اطلقها جلاله الملك ديال تطوير المزيج الطاقي المغربي. وهذا المزيج الطاقي المغربي بهدف انه يعني في حدود 2030 تكون عندنا 52% من الطاقات البديله في المزيج الطاقي المغربي، وكذلك الوصول الى الحياد الكربوني في افق 2040. طبعا دعوه جلاله الملك لتطوير منظومه وطنيه او سلسله قيمه وطنيه للهيدروجين الاخضر هي اولا من اجل الاستفاده من المقومات الطبيعيه التي تمتلكها بلادنا، وكذلك يعني تحقيق استفاده الاقتصاد الوطني من هذه المؤهلات، خاصه هنا نذكروا كذلك اطلاق يعني مشروع يعني المكتب الشريف للفوسفات من اجل تطوير يعني منظومه خضراء فيه واحد التوجهات مهمه جدا. اولا تحقيق السياده الوطنيه في مجال يعني تطوير اليات انتاج الأسمدة، وكذلك يعني إنتاج الأسمدة بأسلوب كذلك يتماشى مع طموح جلالة الملك لتحقيق الحياد الكربوني يعني في حدود 2040. كذلك غادي يمكننا من أننا نفكوا ارتباط باستعمال يعني الطاقات الأحفورية والوصول يعني واستبدال الامونيا اللي هي مكون اساسي يعني في المنظومه الفلاحيه، استبدال الامونيا الرماديه التي نستعملها حاليا بامونيا خضراء يستعمل فيها الهيدروجين الاخضر. هي منظومه ستمكننا اولا من المضي قدما يعني في تحقيق يعني الرؤيه الملكيه الخاصه يعني بالسياده الطاقيه وتطويرها، وكذلك الوصول إلى قدرات طاقية مهمة جدا وغير مرتبطة بالتقلبات الأسواق الدولية ولا حتى الأوضاع الجيوستراتيجية التي يمكن أن تحصل في المستقبل، بمعنى تطوير سلسلة قيمة طاقية وطنية قادرة على تحقيق يعني مبدأ السيادة الطاقية. بجانب ذلك كذلك هناك توجه نحو يعني خلق النيكو سيستم، منظومه صناعيه مرتبطه بالهيدروجين الاخضر وكذلك مرتبطه بالطاقات البديله. وهنا نتكلموا على قدرات مهمه تهم بلادنا، خاصه بتعدين العملات الرقميه، وهذا امر مهم جدا لانه مرتبط بالطاقات البديله. كذلك الاستفاده كذلك من يعني تطوير اقتصاد البحر اللي تكلم عليه جلاله الملك في خطاب العرش ديال هذه السنتين، اللي فيه نقطه مهمه ديال الطاقات البديله باستعمال التيارات البحريه، بمعنى أنه هناك استمرار. نحن دولة أمة، رؤيتنا هي استمرار، هي يعني بناء خطوة بخطوة. نعرف تحت قيادة جلالة الملك أين نذهب، أين نتوجه، كيف يعني يهندس جلالة الملك لآليات التنمية في المستقبل. لذلك فاليوم هذا الخطاب يؤسس لأجندة الجدية، أجندة متعددة، ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي، ما هو سياسي، ما هو تنموي، ما هو ثقافي، وما هو كذلك مرتبط حتى بالأمور الخاصة بالحياة اليومية للمغاربة. هي أجندة للجدية ستفتح بابا جديدا من أبواب الرفاه والازدهار للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. طيب سيد أدمين، أعود معكم إلى القضية الفلسطينية. يعني بنفس الحزم والجدية جلالة الملك يجدد التأكيد على عدالة هذه القضية وحقوق يعني الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية. يعني ما دلالة هذا التأكيد في خطاب العرش، وماذا عن محورية يعني هذه القضية بالنسبة للمغرب وبالنسبة كذلك لجلالة الملك رئيس لجنة القدس؟ طبعا قضية الوحدة يعني القضية الفلسطينية اليوم هي من القضايا التي تستأثر باهتمام يعني عدد من متتبعين على المستوى الدولي، خاصة بعد التحولات التي عرفتها علاقات المغرب مع إسرائيل بعد الاعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. وبطبيعة الحال هناك العديد من الذين يصطادون في المعاكر بطبيعة الحال يجعلون أن يعني
إقامة أو إعادة النظر في هذه العلاقات وإعطائها بعد آخر ربما قد يؤثر على موقف المغرب من القضية الفلسطينية، وهذا أمر بطبيعة الحال غير وارد تماما. ويؤكده اليوم جلالة الملك، يؤكد اليوم جلالة الملك بعد أن تحدث عن قضية الوحدة الوطنية، يتحدث جلالة الملك عن موقف المغرب وموقف جلالته من عدالة القضية الفلسطينية. ويؤكد حرص المغرب بطبيعة الحال على أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمة القدس الشرقية. بطبيعة الحال هذا التأكيد هو لا يرتبط فقط بتأكيد ربما رمزي على مستوى الخطاب، ولكن اليوم ما يقوم به جلالة الملك على مستوى لجنة القدس من مبادرات مهمة على مستوى حماية الموروث الحضاري والديني والثقافي للفلسطينيين على داخل القدس، ما يقومه بجلالة الملك من مبادرات اجتماعية رائدة من خلال لجنة القدس، ترأس لجنة القدس، من خلال العناية بتعليم وبالصحة عدد من الأطفال المقدسيين، المبادرات المتعلقة بترميم المآثر التاريخية، بالحفاظ على التراث الثقافي والفكري والموسيقي والروحي للمسلمين على مستوى القدس. بطبيعة الحال هذه كلها مجهودات يؤكدها اليوم الفلسطينيون قبل غيرهم. واليوم جلالة الملك يؤكد على أنه خيار المغرب في جعل قضية فلسطين وقضية إقامة دولة فلسطينية بطبيعة الحال هي من القضايا التي أيضا المغرب يمتلك فيها الجدية اللازمة، وهو مصر بطبيعة الحال على أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في إقامة هذه الدولة المستقلة. طيب جلالة الملك، يعني منذ أن تولى العرش يعني ما فتئ يولي اهتمام كبير لإصلاح ذات البين بين المغرب والجزائر، وهو ما عبر عنه في العديد يعني من الخطب الملكية. من هذا المنطلق يعني أبى جلالته إلى أن يعيد توجيه رسائل صريحة للأشقاء الجزائريين سيد البنا. بالفعل، فعند انتقال جلالة الملك في خطاب العرش إلى الحديث عن القضايا الدولية، أول ما بدأ به بطبيعة الحال هو علاقة المغرب مع دول الجوار. وأكد جلالة الملك في هذا الخطاب على أن العلاقة مع دولة الجزائر فيها واحد 3 ديال الاختيارات أساسية. أولا، المغرب يؤكد على أنه يتطلع إلى علاقة أفضل مع الجزائر مما هي عليه اليوم، وإن كانت مستقرة كما قال جلالة الملك. المغرب كذلك يؤكد للجزائر بأنه لن يكون أبدا مصدر سوء أو شر، وهذا مهم جدا، هذا التأكيد بطبيعة الحال من جلالة الملك. المسألة الثالثة التي يؤكدها جلالة الملك هو أنه يؤكد أيضا على استمرارية التواصل ما بين الشعبين والتطلع نحو بطبيعة الحال عودة هذه العلاقات إلى طبيعتها وإعادة فتح الحدود. إذا بالتالي فهي فرصة أيضا يؤكد جلالة الملك على ما سبق له وأن أيضا أكده في عديد من الخطب. واليوم أيضا يؤكد على أنه علاقة المغرب مع الجزائر هي علاقة بطبيعة الحال تستحضر هذا البعد، بعد الجوار، البعد الماضي المشترك، البعد كذلك المستقبل المشترك، والمشترك بطبيعة الحال هو الذي